المفسرات دايمًا في العمولة بتكون على حسب راحتك أنت، يعني لو جينا ضربنا مثلًا هنلاقي مثلًا إن 30% في الدريسنج من سعره بتكون رايحة للإكسسوارات وال70% خشب، فده ممكن ده هو يكون الفرق، لكن في الجاهز بيستخدم الإكسسوارات كلها صيني، فبعد فترة بسيطة بتبوظ كلها. بالنسبة للإدراج في العمولة بتكون المِجَر سفلية، ولكن في الجاهز بتكون المِجَر جانبية، في العمولة بتكون soft close لكن في الجاهز ممكن يكون soft close بس هو كده مِجرة صيني فبتكون تعبانة أصلًا. بالنسبة للخشب لو إحنا بنتكلم على الdressing room مثلًا، إن الخشب نفسه بيكون خشب كونتر من نوع كويس أو اللي هو معروف 18 مللي، كذلك برضه الأرفف، كذلك برضه القواطيع اللي في النُص، لكن في الdressing الجاهز بيكون الخشب MDF أو نوع من أنواع الكونتر أو الكبس بيكون مش أفضل حاجة وبيكون كلها فراغات، بعد فترة بتعمل مشاكل كبيرة جدًا. القماش ده بحره كبير، فلازم نختاره بعناية، يعني إحنا في العمولة بنخلّيك تختار القماش بتاعك بنفسك، تشوف الملمس بتاع القماشة وبنوصّفها لك لو حضرتك مسافر أو مش موجود، كمان في القماش بنشترط إن الكثافة بتاعته تكون كبيرة، والوزن بتاعه بيكون من 400 ل500 جرام تقريبًا، لازم يكون تقيل، لكن في الجاهز بيكون ليه ضهر كده القماش وبيكون خفيف تقريبًا 100 جرام أو 200 جرام، فبيكون مش أفضل حاجة بعد فترة بتحس بتنسير وبيكون يبوظ لك كل حاجة اللي عندك.